استحاله يبقى عندك 10 موظفين وال10 موظفين كلهم بيرفكت. 80% من فروعك مش شغاله و20% من الفروع اللي شغاله بس. 80% من الاستاف اللي بيشتغل معاك مش بيجيب نتيجه و20% بس اللي بيجيبوا نتيجه. 80% من البرودكتس اللي انت بتبيعها ما بتتباعش و20% بس من البرودكتس اللي بتباع. انا قصدي اقول لك ان انت ما تقعدش تحرق اعصابك وتحرق دمك في ال 80%، لان هم دول طبيعي ان انت يبقى عندك 10 برودكت 2 هم التوب برودكت. ده مش معناه ان ال8 مش شغالين، بس ده معناه ان الاثنين دول هم اللي ناجحين. ده طبيعي. لو انت عايز 2 تاني لازم تحط 10 برودكت تاني، لان استحاله يبقى عندك 10 برودكت وبتبيع ال10 برودكت 100%. استحاله يبقى عندك 10 فروع وال10 فروع بيجيبوا ملايين الجنيهات وكلهم زي بعض. استحاله يبقى عندك 10 موظفين وال10 موظفين كلهم بيرفكت. انت ممكن يبقى عندك 100 موظف عشان 10 بس يبقوا حلوين. فانت اصلا كبزنس مان، كامبلوي، كواحد بتشتغل على اي حاجه في الدنيا، كواحد بتبني علاقات، 80% من علاقاتك ملهاش اي 30 لازمه، و20% من علاقاتك بس هي اللي بتحسن حياتك وهي اللي بتضيف لك. فانت اصلا لازم يبقى عندك المايند سيت ده وفاهم يعني ايه 80-20 عشان تعرف اصلا تنتهز ال20، عشان تعرف تشوفهم، عشان تعرف تدور عليهم. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتس هنا، تاني بطلع لك تاني كل يوم.